كريس هو عضو من اعضاء تيم مستر بيست. الموضوع بتاعه يضيع العقل. يا اخواني، ايه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ من راجل بدقن وشخصيه قويه لشخص مساوي ومتحول ازاي؟ طيب، وكمان بيخسر مراته وعائلته كلها عشان الشيء ده، وكمان زعلان ان الناس بتنتقده. كريس كان شخص طبيعي، وتدريجيا التغيير بدأ يظهر عليه سواء عن طريق شخصيته او مظهره. بس تعال اقول لك على الموضوع من اوله. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا نخش في الفيديو. كريس هو يعتبر من أقدم أعضاء مستر بيست، وكان جدا مقرب منه. كان معروف ومحبوب للمتابعين بسبب شخصيته الفريدة اللي يا خسارة والله على اللي بيحصل فيه ده. ومن كام شهر بدأ الموضوع يتحول معاه تماما. الشخص اللي كان ذو ملامح رجولية بدأت تظهر منه تصرفات غريبة من خلال صور على تويتر، يعني بقى فيها شك شوية، لحد ما نزل الصورة دي وكتب: أنا بقالي شهرين باخد حقنة HRT، وهي حقنة هرمونات عشان تخليه أنثوي. بس المتابعين كانوا ملاحظين التغير ده من قبل كده بكتير، وبالظبط من وقت انضمام كارل العضو الثالث مع مستر بيست اللي كان مختص في المونتاج. وبعد انضمامه لمستر بيست وظهوره معاه في فيديوهاته، وكان باين جدا للمتابعين ان علاقة كريس بقت قريبة جدا من كارل، لحد اواخر 2020 لما كريس نزل تويتر وقال ان شخص بحب النساء والرجال الاتنين يعني مع بعض. مش عارف ازاي، بس هو مقتنع بكده. بعد التويتر دي الناس بدأت تلاحظ ان صوره مع مراته حذفها من على الانستجرام بتاعه، لحد ما نزل التويتر في شهر مارس 2023 وقال ان هو ومراته اتطلقوا، مع العلم انه مخلف منها ولد. انا مش فاهم الولد ده ذنبه ايه لحد دلوقتي يطلع ما يلاقيش اب. الناس بدأت بقى توجه اللوم لكارل اللي من ساعة ظهوره على الساحة وكريس متغير تماما. التغير بدأ يظهر في ملامح كريس بطريقة واضحة جدا. بدأ يطول شعره ويلبس لبس ضيق جدا عليه، وينزل صور وهو حاطط مونوكير على ايديه. حتى شوف الفرق بين الصورتين دول. بدأت الناس تنتقده وتشتم فيه، واللي يقول ان كارل هو السبب، لحد ما عمل تغريدة وكان بيشكر فيه على دعمه ليه، وده اللي أكد للكل ان السبب في كل ده كان كارل. والمفاجأة ان مستر بيست ما كانش عنده اي مشكلة من اللي بيحصل ده، وكمان علق على الصور ليه وكان بيشجعه وكان بيدافع عنه. الحتة اللي اقولك عليها دي هتتفاجئ جدا. الغريب في كل ده اساسا ان زمان جدا قبل النجاح بتاع مستر بيست ده كان عامل فيديو هو وكريس، وكانوا بيتريقوا عن المتحولين جنسيا. والله زي ما بقول لك كده، انا اللي مش فاهمه ازاي من شخص بيتريق على الافكار دي يبقى واحد منهم. Did you just assume my gender? I'm sorry, I didn't mean to misgender you. You're such a hellophone. Get out! انا متاكد انهم لو رجعوا وشافوا الفيديو بتاعهم ده من تاني هيعرفوا انهم ماشيين في طريق مظلم. المغزى من الفيديو ان هو ده الغرب، هو ده الغرب اللي بيحاولوا يبينوا لك هم قد ايه متقدمين، وعايزين يفهمونا ان مجتمعنا هو اللي غلط. باي منطق تتحدثون؟ حافظ على نفسك and peace.